السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي بغيتكم تكملوه حتى الاخر باش تستافدوا منه مزيان. هذا الفيديو غنتكلم فيه على المؤشر الاجتماعي والاقتصادي، كيفاش كيتحسب، لان شي بزاف ديال الناس ما كيعرفوش كيفاش كيحسبوا هذا المؤشر الاجتماعي. والسؤال الثاني هو علاش كيجي المؤشر الاجتماعي طالع، بعض الناس كيجيهم طالع وبعض الناس كيجيهم هابط. غنجاوب على هذا السؤال هذا. وشنو هما العوامل والأسباب اللي كتحكم في هذاك المؤشر الاجتماعي. في هذا الفيديو هذا غنتكلم فقط على المؤشر الخاص بالناس اللي كيسكنوا في المدينة، على أساس أنني نتكلم في فيديو آخر على المؤشر الاجتماعي اللي خاص بالبوادي، لأن باش ما يجيش الفيديو طويل، لأن باش نتكلم فيهم بجوج غيجي الفيديو خصني 25 دقيقة ولا 30 دقيقة. غنتكلم فقط على الناس ديال المدينة. فيديو آخر نتكلم على المؤشر الاجتماعي الناس ديال البادية إن شاء الله. المؤشر الاجتماعي، شنو هو هذا المؤشر الاجتماعي؟ المؤشر الاجتماعي هو فيه تنقيط ديال الأسرة. إذا كيفاش غنقطوا هاد الأسرة؟ كيف ما كاينة مثلًا في المدارس الأستاذ كيدير مثلًا امتحان فرض فيه واحد مثلًا 10 ديال الأسئلة، كل سؤال كيعطيه نقطة. كل سؤال عليه نقطة، وكان الجواب الصحيح كيعطيه مثلًا 5 الأجوبة على 5 كيعطيه مثلًا 5 على 10 متوسط. نفس الشيء بالنسبة للتنقيط ديال الأسرة. هاد التنقيط ديال الأسرة كيتبنى على واحد المجموعة ديال المؤشرات، مؤشرات فرعية صغيورين. في المدينة خصو لها واحد 35 مؤشر صغيور، مجموعة ديال الأسئلة. وفي البادية خاصو لها 28 مؤشر، فيه معطيات اقتصادية وفيه معطيات اجتماعية. أسئلة، هاد الأسئلة هادي منين جابوها؟ جابوها من المندوبية السامية للتخطيط بناءً على الإحصاء اللي داروه في 2014. هاد المؤشرات الاجتماعية بحال ياش، بحال واش مجوّج، واش مطلّق، واش هذا، شحال عدد أفراد الأسرة، واش فين كيسكنوا، واش عندكم بيت، واش عندكم دار، شمن النوع ديال الدار، واش عندك تليفون، واش عندك حاسوب، واش عندك سيارة، يعني واحد المجموعة ديال الأسئلة مجموعة في 35 سؤال. كل سؤال عليه واحد قيمة رقمية، عدد رقمي، يعني كيقابلو. بحال مثلًا أسرة مكوّنة من زوج وزوجة كيعطيوها واحد الرقم معيّن. أسرة مثلًا مكونة راجل وامرأة و2 دراري ولا 3 دراري، أكثر من من 2 ديال الأفراد ولا 3 ولا 4 كيعطيوها واحد الرقم معيّن. إذًا عندنا كل مؤشر سواء كان اجتماعي أو اقتصادي كيعطيوه واحد القيمة عددية، واحد الرقم معيّن بحال النقطة. هاد المؤشر النهائي اللي كيجي ديال الأسرة اللي هو التنقيط كيحصل الأسرة على واحد النقطة. هاد النقطة فيها واحد العتبة، الإنسان الأسرة كتستافد من الإعانة ديال الدولة ومن الدعم الاجتماعي ومن لامو. إلا جابت هاد الأسرة 9.325، أقل من 300 أقل من 9.325 كتستافد من هاد ديال الدولة كامل. أسرة جابت النقطة ديال أكثر من 9.325 ما كتستافد والو من هاد الشي كامل اللي كديرو الدولة. ولا بغات تستافد خصها تخلّص يعني الواجبات، كيديروا لها ديك لامول هذا خصك تخلّص. الآن حنا نشوفوا كيفاش كتحسب هاد التنقيط ديال الأسرة. هاد التنقيط ديال الأسرة كيخضع لواحد صيغة رياضية، formule mathématique اللي هي SMR U. أنا غنتكلموا دابا على المدينة. SMU urbain. اش كتساوي؟ هذا هو التنقيط ديال الأسرة. اش كيساوي هاد التنقيط ديال الأسرة؟ كيساوي الإبسيلون ديال 35. إبسيلون ديال 35. شنو هو الإبسيلون ديال 35؟
هو المجموع ديال المؤشرات اللي عندك 0 كذا كذا، 0 مثلًا 112، 0.00 700 مثلًا 0.00 7200 كيجمعوا لك هاد الشي كامل. أنا كنت جمعت درت واحد يعني ديك المؤشرات كاملين ديال هادوك اللي خاصين بالمدينة، جبرت كلهم كيساويو تقريبًا واحد 2.58. إلا جمعتهم كاملين واخا يكون عندي أنا هاد الشي كامل، هو مستحيل أنني نوصل لداك الشي. يكون فيك مثلًا أنت تاجر وكذا وكذا وعندك الطوموبيلات وعندك هاد الشي كامل، ما يمكنش. إذًا SMU كتساوي إبسيلون ديال 35 مقسومة على 35 CI مضروبة VE. الCE شنو هو الCE؟ الCE هو المعامل ديال التغير الاجتماعي والاقتصادي، مضروبة في VE هي قيمة المتغير الاجتماعي والاقتصادي، وكاينة في المرسوم اللي خرجته الدولة الخاص بالسجل الاجتماعي فيه هاد القيمة ديال المتغير. كل القيمة ديال المتغير كيعطيوها واحد القيمة عددية. إذا كنضرب هذا في هذا زائد KZG. شنو هو KZG؟ KZG هو المقدار الثابت للجهة. كل جهة عندها واحد المقدار ثابت، واحد القيمة عددية، رقم. كل جهة دابا بحال مثلا الجهة ديال طنجة عندها واحد الرقم، مثلا الجهة ديال الرباط عندها واحد الرقم، مختلفين ماشي بحال. كاين الجهات اللي هما عندها واحد قيمة عددية، إلا كنتي ساكن فيها راه كيجيك المؤشر طالع، وكاينة جهات اللي هما كيكون المؤشر ديالهم منخفض وكيستافدوا الناس منها، بحال مثلا الجهة ديال طنجة تطوان فيها المؤشر شوية طالع 0.400 وكذا بالنسبة للناس ديال البوادي، حتى ديال المدينة فيها طالع. بحال مثلا الجهات ديال الصحراء الثلاث فيها المؤشرات هابطة، هادوك كيستافدوا مزيان. الجهة ديال الدار البيضاء فيها المؤشر طالع شوية، ماشي بحال الجهات الآخرين. الرباط شوية، مراكش ناقص. إذا كل جهة عندها واحد المؤشر محدد، وكاينة في ديك المرسوم ديال السجل الاجتماعي كاينة فيه محدد، كاين واحد الجدول واحد والجدول جوج فيهم داك الشيء بالتفصيل. كذلك زائد KMU. شنو KMU؟ هو المقدار الثابت بالوسط، سواء كان وسط قروي ووسط حضري. الوسط القروي هذه القيمة ثابتة كيعطيوها واحد الرقم معين زائد كذا، بحال مثلا المقدار الثابت بالوسط الحضري هو 9.68 شي حاجة، 9.68 شي قيمة هكا، فيه شي 3 ولا 4 الأرقام. بالنسبة للقيمة الثابتة بالوسط الحضري القروي هو 8.58 على ما أعتقد، 8.58 وشي حاجة، شي قيمة من بعدا. إذا المؤشر ديال البادية هابط تقريبا بواحد 1% على المؤشر اللي كاينه في المدينة، بالتالي هذا كينعكس الناس ديال البادية كيكون تقريبا عندهم يعني المؤشرات هابطة شوية على المدينة. هذا افونتاج، هذا واحد الإيجابية بالنسبة للبوادي. هذا لا يعني أن الناس اللي في البوادي كلهم عيجيهم مؤشر منخفض، كاينين الناس عيجيهم مؤشر مرتفع يعني فوق 9.325. دابا نديروا الفيديو ديال البادية وغادي تشوفوا شنو هما الحوايج اللي المتغيرات فيه. دابا الآن غادي نجاوبوا على السؤال: اشنو هما الحويجات اللي كتجعل المؤشر الاجتماعي والاقتصادي ديال الأسرة كيكون مرتفع؟ علاش كيجي مرتفع؟ كاينه بزاف ديال العوامل. اول هاد العوامل هو العدد ديال افراد الاسره. كل ما كان العدد افراد الاسره صغير، يعني هنا المؤشر كيكون طالع، يعني التنقيط ديال هذاك المؤشر كيكون زايد شي شويه. الا كان على المراه والراجل مجوجين ما عندهم لا دراري لا والو كيجي مرتفع. الا كان عدد افراد الاسره كبير، مثلا فوق 3 فوق 4 5 6، هنا كينخفض بالعكس. اذا كاينه الانخفاض وكاينه الارتفاع. دابا حنا كنشوفوا على الحوايج اللي هما مرتفعين وغادي نشوفوا شنو الحوايج اللي كيخفضوا هذا المؤشر هذا. العدد ديال افراد الاسره قلنا الا كان قليل كينخفض كيرتفع المؤشر، والا كان كثير كينخفض المؤشر. رب الاسره اطار متوسط،
مع الدولة، إطار متوسط في القطاع الخاص أو القطاع العام. أستاذ مثلًا متوسط، نشوفوا المهن، ممرّض، محامي، يعني الناس ديال القضاء مثلًا، يعني هادوم يعني طبقة متوسطة. ديك الطبقة المتوسطة هادوم كيجيهم المؤشر مرتفع. أشنو اللي كيجي منخفض؟ هو إلا كان شي واحد عنده إطار عالي. شوف المفارقة، شي واحد عنده شي مسؤول كبير، عامل، قايد، شي واحد عنده شي منصب ديال المسؤولية، مدير كبير ديال شي مؤسسة، كيجيه المؤشر منخفض. آه، ما كيصدقهاش العقل هادي. آآ، شي واحد مثلًا الأسرة فيها حاسوب أو أكثر، ordinateur، واخا يكون واحد رب الأسرة عنده أو واحد من ولادو أو شي واحد معاه في الأسرة، ولد ولدو ولا ولد بنتو داخل معاه في الأسرة، عندهم حواسيب، عندهم طابليط، عندهم هذا، عندهم تليفونات، كيجيهم المؤشر مرتفع. شي فرد أو عدة أفراد من الأسرة عندهم كيستافدوا من نظام التغطية الصحية من غير رامد. مثلًا الأسرة فيها الأب مثلًا خدام في شي شركة وكيستافد من الCNSS، هذا المؤشر غيجي مرتفع. أو ولدو خدام أو بنتو خدامة في شي أو خدام معاه في الprivé أو خدام في القطاع العام. مثلًا شي أسرة مثلًا خدام فيها مثلًا شي بنتو مثلًا خدامة مثلًا أستاذة ولا ممرضة ولا في شي ولا محامية ولا هذا، هذاك غيجيه المؤشر مرتفع ديال الأسرة. التوفر على سكن ثانوي، شي واحد مثلًا عنده سكن في المدينة، عنده السكن ديالو ماشي كاري، سكن رئيسي، وعنده شي سكن آخر مثلًا في البادية مثلًا، في الدوار ديالو اللي خلق فيه مثلًا عنده شي سكينة تما، هذا كيجي المؤشر مرتفع. عنده طوموبيل مثلًا، طوموبيل في المدينة، طوموبيل، بيكوب، أي وسيلة نقل. كيجيك كيجيك المؤشر مرتفع. عندك جاراج، عندك دار مثلًا وفيها جاراج، كيجيك المؤشر مرتفع. عندك محلات مهنية مثلًا، فاتح قهوة، فاتح مثلًا حانوت ديال الحلاقة، حانوت ديال مثلًا البيع والشراء، أي شي حاجة كتدخّل منها الفلوس وكتكون مهنية، أو شي محل ديال النجارة ولا صدور ولا كتبيع مثلًا لي زورديناتور ولا أي حاجة اللي شي حاجة مهنية، نشاط مهني. الأطفال، عندك أطفال دراري كيدرسوا في القطاع الخاص أو في المدارس الخصوصية عفوًا، في المدارس الخصوصية في الprivé، عندك ولادك كيقراو في الprivé، شي واحد ولا جوج ولا شحال ما كانوا، هذا كيرفع المؤشر ديال الأسرة. عندك أطفال كيقراو في المدارس ولكن السن ديالهم كيفوق 15 عام، كيقراو في الإعدادي ولا في الثانوي ولا في الجامعة، هذا كيرفع من المؤشر. كذلك رب الأسرة، هاد مول رب الأسرة هو اللي كيشغّل الناس. أنت مثلًا عندك شركة وكتشغّل الناس، أو عندك مثلًا غير مثلًا أنت سُدور مثلًا ومشغّل معاك الناس، عندك مكتبة وكتشغّل الناس، عندك قهوة وكتشغّل الناس، المهم خدّم الناس، هذا المؤشر ديالك كيجي مرتفع. كتستافد أنت ولا أحد أفراد الأسرة من قروض بنكية، شي واحد مثلًا أنت رب الأسرة، ولدك أو بنتك أو شي واحد معاك في الأسرة، الزوجة ديالك مثلًا عندها كريدي في من شي بنكة أو شي مؤسسة مالية، فهذا كيرفع من المؤشر ديال الأسرة، التنقيط ديال الأسرة. الأطفال يعني قلنا عندهم شي شواهد عليا من الباك الفوق، الباك، الإجازة، يعني الماستر، الدكتوراه، شي ديبلوم ديال التقني، شي ديبلوم من الدبلومات التقنية، فهذا كيرفع من المؤشرات ديال الأسرة. إذا هادو هما أبرز يعني المؤشرات اللي كيرفعوا من التنقيط ديال الأسرة، وبالتالي هذاك التنقيط اللي كيكون كيجيك فوق
9.325 وبالتالي ما كتستافدش من هذا الشيء ديال الخدمات ديال الدولة ديال الاجتماعية، ما كتستافدش منها نهائيًا، وكتولي خصك تخلّص. غادي نشوفوا المؤشرات اللي كتخلّي المؤشر الاجتماعي يهبط، هذا في المدينة، دايمًا كنهضر على المدينة. البوادي غادي نشوف معاهم فيديو آخر. المؤشرات اللي كتهبّط التنقيط ديال الأسرة وكيجيك قل من 9.325 هي هذه. إلا كان عدد أفراد الأسرة كبير، 3، 4، 5، 6 أفراد في أسرة كيجيهم التنقيط هابط. السن ديال رب الأسرة كبير، إلا كان الراجل كبير مثلًا فايت 50 عام، 60 عام، 66 عام، 70 عام، 80 عام، هنا كيهبط المؤشر ديال الأسرة، أو متقاعد، هاد رب الأسرة متقاعد. إلا كان مثلًا رب الأسرة إطار عالي، قايد، مدير شركة، المهم شي إطار عالي في الدولة أو في القطاع الخاص، حتى هو كيجيه مؤشر منخفض. عدم التوفر على أي نظام للتغطية الصحية، ما عندهم حتى شي واحد من رب الأسرة ما عنده حتى شي نظام ديال التغطية الصحية. تمدرس الأطفال في القطاع العمومي، الدراري كيقراو في المدارس ديال الدولة، هذا كيجيه يعني المؤشر منخفض شوية. والأطفال اللي كيقراو عنده في المدارس العمومية السن ديالهم ما بين 6 سنين و14 عام، هذا كيجيه شوية هابط شوية. النسبة ديال الأطفال أو النسبة ديال أفراد الأسرة اللي كيتوفروا على ما كيتوفروا حتى على شي شهادة. عندك الدراري كيقراو ولكن ما عندهم حتى شي شهادة عليا، عنده الشهادة الابتدائية ولا عنده الشهادة ديال الإعدادية، ما عنده لا باك، لا إجازة، لا ماستر، لا دبلوم تقني، لا دكتوراه، حتى واحد ما فيهم، يعني مساليين. هذا كيجيه المؤشر منخفض. إذًا هادو اخترت لكم بعض يعني هاد المؤشرات اللي هما كيهبطوا من المؤشرات. نتمنى تنشروا هذا الفيديو، ونتمنى أنني نكون فدتكم أفضل، وإن شاء الله يعني كنت باغي ندير لكم هادشي هذا في البيسي، ولكن الصوت ما كيخرجش ليا الصوت البيسي مزيان، ما عاد سمعوش مزيان. بغيتكم تشوفوهم هاد المعطيات هادو كاملين على البيسي، ولكن الله غالب ما كيخرجش الصوت مزيان. على أمل أنني ندير لكم فيديو خاص بالناس ديال البوادي، شنو اللي كيرفع من المؤشرات، شنو اللي كيهبط من المؤشرات، إن شاء الله في فيديو آخر، فانتظروني قريبًا. تحياتي.